كي نوليو نتنفسوا بفمنا سي با نورمال، ما هيش حالة عادية. والتنفس من الفم باش يعمل لنا برشا مشاكل. الناس اللي ولات مهووسة بالترانز على السوشيال ميديا، اللي الفي لاين بيرفكت في لاين ولا الفوكس ايز ولا الحاجات الستاندرز الجميل معناها ستاندار اللي قاعدين نشوفوا فيه. عندنا لا فونت لا بيوبالاتين والا ما يسمى بالشفة الأرنبية، صغيرات اللي يتخلقوا بالشفة نتاعهم دونك محلولة ماهيش مسكرة كومبليتمون. ساعات تبدا كان الشفة ساعات فيها معناتها ديغراد، ساعات توصل الفك العلوي زاده مشقوق ولا محلول. كيفاش الجراحة تنجم ترجع الإنسان حقه في الحياة الطبيعية خاصة من غير تنمر. اللي هي الأذن البارزة ولا لي زوغي ديكولي، ساعات تقلق لي بارون اكثر من الصغير، وساعات الصغير وحده يقول لك راني نسمع برشا تذمر. من الجرح كيفاش يلحم، من الانفاخ كيفاش ينقص، الزرقيه كيفاش تتنحى. توا بالعكس تونس ولات وجهها يجيوها العبيد باش يعملوا عمليه التجميل. يجينا من فرنسا، من كندا، من امريكا. إنه أحسن تعافي وأسهل ولا أسرع رجوع الحياة الطبيعية للمريض. اليوم سؤالي موجه لكل واحد فيكم، وقتاش آخر مرة غزرت لوجهك في المراية وما قلتش بينك وبين روحك نحب نبدل فيه حاجات؟ للأسف اليوم مع وجود انستغرام وتيك توك ولينا نشوف وجوهنا مشروع لازم نرموه ونصلحوا فيه حاجات اللي هي في الأصل عادية، لكن الميديا خلتنا نشوفوها مش مثالية. اليوم في سكين بالعربي ماناش باش نحكيو فيلر بوتوكس أو سكين كير، اليوم باش نحكيو على عظام الوجه، على تشوهات تجميلية ووظيفية تهز ثقة الإنسان بروحه، على حالات وين تكون الجراحة هي المنقذ الحقيقي مش مجرد بحث على البرفكشن. وقبل ما نغوصوا في عالم جراحة التجميل ما تنسيوش باش تعملوا سبسكرايب وفولو لقناتنا على اليوتيوب باش يوصلكم جديدنا الكل. فرحانة برشا اللي اليوم معنا دكتور ساندرا حميمي، مختصة في جراحة الوجه والفكين وجراحة التجميل. مرحبا بك معنا دكتورة، اليوم من خلالك باش نجاوبوا على برشا أسئلة. عايشك وفاء، ميرسي على الاستضافه. وانتم مشاهدين اقعدوا معنا خاطر باش تتعلموا برشا حاجات وتكتشفوا حقائق على العالم هذايا. باهي دكتورة، أول سؤال ليك، شنو هو البريجوجي أو الفكرة الغالطة من عند الناس على الاختصاص متاعك؟ الناس عادة يمشي في بالها اللي جراحة الوجه والفكين هي جراحة تجميلية بحتة. أما هي الجراحة هذه، الاختصاص هذية أصله تصليح للوظيفة قبل ما يكون تجميلي. والوظيفة والتجميل يمشيوا مع بعضهم، معناتها متناسقين، لازمهم يكونوا زوز موجودين. وكي نرجعوا شوية بالتاريخ، نلقاو الاختصاص هذايا ظهر مع الحرب العالمية الأولى في أول القرن العشرين، وقت اللي كانوا فما برشا جنود تصير لهم تشوهات وكسور وقت الحرب ويلزم نصلحوهم. دونك تخلقت السبيسياليتي هذيا باش لي ميدسان ولا لي شورجيان نتاع وقتها يلقاو حلول للتشوهات الكبيره اللي صايره للجنود، وكي نصلحوا التشوهات هذوما ماذا بينا النتيجه تكون مرضيه جماليا. والاختصاص هذايا زاد تعرف اكثر en 2005، وقت اللي صارت اول غراف دو فيزاج بارسيال، اللي هي زرع جزئي للوجه عند مريضه عضها الكلب متاعها في وجهها، وصاروا لها تشوهات كبار في التيغ انفيريور نتاع وجهها. وصارت أول عملية غراف في فرنسا en 2005، زادت شهرت بالكداية السبيسياليتي هذيا. دكتورة، هل فما حالات جاوك العيادة ورفضت انك تعمل لهم العملية وعليش؟ فما برشا حالات اللي إحنا الجراحة نرفضوا فيهم العملية، سورتو في عمليات التجميل بالذات، كيما مثلًا أمراض مزمنة غير متوازنة، كيما مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، حالات الاكتئاب اللي غير متوازنة، اللي ينجموا بعد يعملوا لنا des complications ولا مضاعفات خايبة بعد العمليات. المدخنين زادة اللي يتكيفوا برشا، التدخين مضر برشا في أي عمليات، وسورتو في عمليات التجميل. ماذا بينا التدخين نوقفوه على الأقل شهر قبل العملية وشهر بعد العملية. دونك اللي ما عملش سوفراج متاعو على التدخين مدة قبل العملية، نرفضوا كومبليتمون العملية باش نعملوها. والا زاد فما اضطرابات نفسيه كيما لا ديسمورفوفوبي اللي تو نحكيو عليها من بعد. دكتورة، شنو أكثر المشاكل اللي يجيو عليها الناس للكابيني وتأثر على حياتهم الوظيفية اليومية؟ من أكثر المشاكل اللي نتعرضوا لها في العيادة في الاختصاص هذايا، فما ال TMJ disorders وإلا مشاكل دونك المفصل الفكي. ساعات المفصل هذاك يصير فيه خلع جزئي ولا
كامل اهم. اللي يخلّي المريض ياسر مقلّق في حياته اليومية، ما ينجمش ياكل بطريقة عادية، وهو ياكل يبدأ يسمع في أصوات غريبة حتى اللي بجنبه اللي زادا. يقلقوا حتى العباد اللي معاه. اهم. كي يرقد في الليل ساعات ينجم زادا ينزل برشا على سنيه تابعة للمضاعفات متاع وتعمل وجيعة. وتعمل دي douleurs زادا ساعات. اهم. يولي حتى باش يتثاوب ولا يحل فمه بالقوي ما ينجمش، اهم. دونك عنده une limitation de l'ouverture buccale. وما عادش ينجم ياكل كل شي زادا. ما عادش ينجم ياكل كل شيء، دونك تقلقوا في حياته اليومية في برشا حاجات، في النوم، في الأكل، في المعاملات مع العباد. فما مشكلة كبيرة زادة تبدي لنا راهي من عمر صغير، معناتها يلزمنا نفيقوا بها عند الصغيرات قبل ما يوصلوا العمر المراهقة، اللي هو التنفس الفموي والا respiration buccale. كي نوليو نتنفسوا بفمنا سي با نورمال، ما هيش حالة عادية. والتنفس من الفم باش يعمل لنا برشا مشاكل اللي ينجموا يأثروا زاده على حياتنا اليومية. اهم. الصغيرات هذوما من عمر صغير لازمنا نفيقوا بيهم اهم. وما نخليوش المشكلة هذه تكبر معاهم. اهم. ماذا بيهم يشوفوا ان نوغيل دونك اختصاص حنجرة وأنف، اهم. والا طبيب تقويم أسنان زاده. اهم. باش يشوفوا المشكل شنو شوفوا المشكل شنو يلزم يصير تشخيص كان فما دي فيجيتاسيون اللي هما اللحمات بلغتنا العامية. اهم. يلزمنا نمشيو نداويوهم. فما زاده مشاكل متاع فك، اهم. البوزيسيون متاع الفك العلوي ولا السفلي. جينيرالمون صغيرات هذوما يبدا عندهم الفك السفلي مؤخر اكثر من العادي، او مقدم اما سورتو مؤخر. هي الحكايه هذه اللي تعمل لنا الريسبيراسيون بوكال، يبدا مؤخر غيتروجيني ولا غيترو مانديبولي تبدا عندهم. وبيان سور ساعات ما تتصلح الحكايه هذه كان بالجراحه، يلزم الفك كله يقدم شويه باش الشفاه تاخذ بلاصتها العاديه، اهم. واللسان ياخذ بلاصته العاديه مرتاحه في الفم، والصغير يولي يتنفس بطريقه عاديه. واللي هما معناها ديريكتومون باش يحسنوا في الجمالية متاع الوجه. بيان سور دان اوتر كوتي نصلحوا الوظيفه، وبيان سور المونطون كي يبدا في البوزيسيون نورمال نتاعو استيتيكمون ولا جماليا خير. فما زاده مشاكل اخرى يجيونا بها للعياده كيما الحاجز الانفي والا الغضروف. سيبتوم نقولوا له في وسط الانف يبدا معوج مائل اهم. بعد ضربه ولا بعد حادث كبير، والا حتى ضربه صغيره صارت في العمر الطفوله اللي من بعد تاثر على التنفس. والاعوجاج هذايا اللي في الحاجز الانفي بيان سور مش باش يعطينا اون ريسبيراسيون ولا تنفس عادي. اهم. دونك لي باسيون يطلبوا لا رينوبلاستي. ما فيهاش كان الاستاتيك الرينوبلاستي تجميل الانف، فيه زاده الوظيفي. دونك نستويو الحاجز الانفي هذايا. والتجميل هذا يصير كان بالجراحة، خاطر توا نسمعوا اللي فما رينوبلاستي من غير جراحة. لأ هذيا الحاجة سيبتوبلاستي معناتها كي نسويو الحاجز الأنفي ما تصير كان بالجراحة. الغينوبلاستي ميديكال والا تجميل الأنف بالفيلر ولا بالأسيد هيالورونيك ما تحللناش المشاكل اللي تحلهم الجراحة. يتعمل وقت الحاجة اللي يكون فقط استيتيك وتجميلي اللي بالفيلر توا اللي قاعد يصير. هي الغينوبلاستي ميديكال مجعولة كان واحد عنده بوس صغيرة اون فا لا كاموفلي وكهو تو سكي مشاكل في التنفس في داخل الأنف يلزمهم جراحة. توا دكتورة نحكيو على الجانب النفسي لبعض التشوهات وتعرض أصحابها خاصة في عمر صغير للتنمر. خلينا ندخلوا أكثر في التفاصيل كيفاش الجراحة تنجم ترجع الإنسان حقه في الحياة الطبيعية خاصة من غير تنمر توا مع وجود السوشيال ميديا و... واللي توا صاير في العالم الكل. من التشوهات الخلقية اللي معروفة ومتداولة في الاختصاص متاعنا، عندنا لافونت لابيوبالاتين والا ما يسمى بالشفة الأرنبية. صغيرات اللي يتخلقوا بالشفة متاعهم دونك محلولة ماهيش مسكرة كومبليتمون. ساعات تبدا كان الشفة ساعات فيها معناتها ديغراد، ساعات توصل الفك العلوي زادا مشقوق ولا محلول. دونك الصغيرات هذوما كي نعملوا لهم الجراحة، وبيان سور الجراحة راهي تصير سور دي زيتاب معناتها يقعدوا حتى لفترة المراهقة هما يتبعوا فيهم دي زورتوفونيست دي زورتودونتيست معناتها برشا أخصائيين.
معناتها الجراحة وما بعد الجراحة، كي نعملوا لهم العملية ثقتهم بنفسهم والمعاملات نتاعهم مع الصغيرات وإلا حتى في عائلاتهم الكل تتحسن بالكدا بالكدا. اهم. وتخلّيه يتعايش بصفة طبيعية، يعني خاصةً كطفل يبدأ يكون plus sensible للتنمر أكثر من غيره، معناها أكثر من adult نتصوّر. وهوني معناتها أنا ديما نقول لفتة صغيرة للأمهات والآباء، معناتها الأولياء إنهم يحاولوا يوعّيوا صغارهم، مش نحكي على les parents متاع الإنسان المُصاب بالتشوه هذايا، نحكي على les parents الكل يوعّيوا صغارهم بأهمية إن إحنا نتقبلوا الآخر ونقصوا خاصةً من التنمر اللي ينجم يوصّل توا حتى لحالات نفسية خطيرة برشا. فما تشوهات أخرين زادا يجيون عليهم سورتو صغيرات اللي هي الأذن البارزة ولا les oreilles décollées. ساعات تقلّق les parents أكثر من الصغير، وساعات الصغير وحده يقول لك راني نسمع برشا تنمر. حتى راهم صغار من المدرسة معناتها، والجراحة bien sûr هي الحل الوحيد اللي ينجم يصلح لنا التشوه هذا. ومن عمر قديش دكتورة؟ généralement à partir de 7-8 ans كي تكمل الأذن النمو نتاعها نجمو نعملوها. في المقابل دكتورة نلقاو زيدا برشا حالات هوس، نتصور انت تتعرض لهم في العيادة، الناس اللي ولات مهووسة بالترانس على السوشيال ميديا، اللي الفي لاين البيرفكت في لاين ولا الفوكس ايز ولا الحاجات الستاندرز الجميل معناها ستاندار اللي قاعدين نشوفوا فيه، يجيوك اكيد نتصور العيادة كيفاش تتعامل معاهم في اغلب الحالات. هو يلزمنا نعرفوا اللي كل إنسان لي سبيسيفيسيتي متاع وجهه، معناتها ربي خلقنا كل واحد عنده معايير متناسقة مع وجهه. ما يجيش تجيب لي من السوشيال ميديا تصويرة متاع خشم ولا أنف ولا فم ولا وجه تقول لي أنا نحب نولي هكا. راهو لا، معناتها مش كل شيء نجم يصير. احنا معناتها سي با اون باجيت ماجيك، فما حاجات نجموا نحسنوا فيهم، فما حاجات ما نجموش نتبعوا ترند، ما فماش ترند في الجراحة. وهل الهوس هذا دكتورة محصور فقط على عند النساء ولا حتى الرجال زادا دخلوا في السباق هذا؟ الحقيقة الرجال مازالوا ما وصلوش للهوس اللي نشوفوه عند النساء، معناتها لي دوموند هذوما هكا اكسيسيف نشوفوها أكثر عند النساء. معناتها الرجال حتى كي يطلبوا حاجة ما هياش اكسيسيف وإلا غير عادية، عنده مشكلة يحب يصلحها، وجينيرالمون سي با اون دوموند، مش طلب غير واقعي معناه. بعيدا عن العيادة والعمليات قديش يأثر فيك الفيدباك متاع المريضة ولا المريض اللي تأثرت حياته اليومية بسبب مشكل أو تشوه كطبيبة بعد كي تقابلوا في الشارع ولا حتى كي يرجع لك في الفولو اب؟ حاجة تفرحني برشا كي نرى مريض حياته تحسنت حتى جزئيًا. معناتها كيما قلنا حكينا les patients اللي عندهم les fentes labiopalates نراهم كي يوليو عندهم معناتها شفا تقرب برشا للصفات العادية. ما تتخيلش الفرحة اللي تراها في عينين الصغير ولا سورتو في عينين les parents. معناتها حاجة ما نجمش نوصفها لك. وهذايا هو الهدف من الاختصاص اللي احنا نعمله فيه. هذايا الهدف من الجراحة، أن نرجعه للعبد ثقته في روحه، وأنه التعامل متاعه مع العباد يكون في أحسن صورة. دكتورة تاش نتعداو الفقرة يحبوها الجمهور وهي myths and facts، معناش نحكيو خرافة أم حقيقة. باش نعطيك هذه yes or no، هي ما عنديش حاجة مكتوبة فيها خرافة أم حقيقة، باش تقول لنا أنت الصحيح من الغلط به. أول معلومة، السوشيال ميديا اللي قاعدين توا احنا الكلنا بريسك نمضيو فيها وقت كبير تورينا في الجانب الحقيقي لجراحات التجميل. مش صحيح، على خاطر بعد كل عملية تجميل ولا مش تجميل راهو فما ان بروسيسوس معناتها متاع شفاء ولا غيريزون بوست اوبيراتوار كبير جسدي ونفسي يتعدى به المريض اللي احنا ما نشوفوهش سور لي ريزو سوسيو. معناتها من الجرح كيفاش يلحم، من الانفاخ كيفاش ينقص، الزرقية كيفاش تتنحى، ليتا بسيكولوجيك دو باسيون زادا. راهو ساعات بعد العمليات يتقلق برشا المريض من وجهه كيفاش تغير مومونتانيمون بعد العملية، يلزمو يتقبل الحالة هذيك، يعرفها اللي هي مش باش تدوم. وإذا ما صبر ويلزمها برشا صبر، ويلزم سورتو لونتوراج نتاعو ما يكونش توكسيك. يلزمهم يحضرهم هو ديجا للعملية، يحضرهم للبوست اوبيراتوار إلى ما بعد العملية، الأعراض اللي تصير لنا بعد ما بعد العملية.
باش ما ينتقدوهش وتتعدى فترة ما ينتقدوش القرار بلوتو. ما ينتقدوش القرار وما ينتقدوش زيادة النتيجة. التغيير اللي صار، اللي هو bien sûr وقتي ساعات ينجم ما يعجبش الفترة الأولى معناتها ما بعد العملية. دونك يلزم يتقبلوا l'entourage وما يلزم تجي منه حتى دونك remarque والا نقد يوجع. يوجع. فوالا. نشوفوا توا على السوشيال ميديا ولا معناها في العالم اون جينيرال توندونس انه الناس تمشي مثلا لبلدان كيما تركيا او كوريا باش تتحصل على نتائج تكون مرضية ونتائج ما احسن. شنو رايك في الموضوع هذا والى اي مدى تطور المجال هذا في تونس؟ دونك مش صحيح. توا بالعكس تونس ولات وجهة يجيوها العباد باش يعملوا عمليات التجميل، يجيونا من فرنسا من كندا من أمريكا، على خاطر عندنا كفاءات ياسر باهية في البلاد اللي تخلي العباد واللي تجينا. ما عادش احنا فماش علاش باش نخرجوا نعملوا عمليات تجميل لبرا. وهذه حاجة تفرح وخاطر عنا معايير طبية في تونس ضاهي الدول الأخرى. توا دكتورة باش نحكيو على المسؤولية النفسية متاعكم تجاه المرضى، من 1 ل10 قديش من مريض توجهوا ديريكتومون للطبيب المختص على خاطره في الحقيقة يعني في الأصل يستحق رعاية نفسية مش جراحة من بعد تجي جراحة؟ فما على الأقل 3 مرضى على 10 يجونا عندهم اضطرابات نفسية، والمرضى هذوما ما يلزمهمش يعملوا جراحة. سورتو عمليات التجميل بالذات يلزمنا نبعثوهم نوجهوهم لطبيب نفسي باش يشخص لهم الاضطراب هذايا، وساعات يعطيهم حتى دويات باش الاضطراب هذايا ينقص وما يلزمنيش نعملوها العملية. نجم يعني كي تصلح الاضطراب هذايا ويعمل الدياغنوستيك نتاعو والعلاج يولي أصلا ما يرجعش باش يعملها العملية، صحيح ولا غلط؟ صحيح. صحيح، خاطر هو كيما نحكيو مثلا على الديسمورفوفوبي. المريض ساعات يشوف ان ديفو ولا مشكل في وجهه يبدا صغير ضئيل جدا، هو يشوفه كبير برشا ويقلقه في حياته اليومية واللي يشوفه كان هو. واحنا الاخصائيين معناتها اللي إحنا des experts معناتها ساعات يظهر لنا ضئيل ولا غير موجود أصلًا ولا حاجة خفيفة معناتها ما تستحقش الهوس هاذيك الكل. دونك ننصحوه نقولوا له راهو بالعكس العملية تنجم تزيدك في الاضطراب هاذيك، تنجم يمكن ما توصلكش للنتيجة اللي أنت متخيلها في مخك. دونك العملية ما هيش الحل، لازمه يمشي عند بسيكياتر طبيب دونك نفساني باش يعالج الحكاية هذيا. وتنجم أصلًا تتنحى له يتنحى له الهوس هاذيك وما عادش أصلًا يطلبها العملية. وانتم مشاهدينا كان وصلتوا للمرحلة هذه من الحلقة وتعرفوا حد عانى من المشاكل اللي كنا نحكيو فيهم تنجموا تعملوا له تاج، ممكن الحلقة تبدل له نظرته للمشكل اللي عنده. بكري حكينا على ما بعد العملية دكتورة وقلنا هي مرحلة مهمة جدا ولازمها تحضير نفسي قبل العملية، وفما برشا ناس تخاف من ما بعد العملية أكثر من العملية من اللي كنا نحكيو فيه من الزروقية من الفيخ من برشا حاجات. كيفاش دكتورة نضمنوا أحسن تعافي وأسهل ولا أسرع رجوع الحياة الطبيعية للمريض؟ جودة النوم يلزمها تكون باهية باش المريض يزيد يتعافى بطريقة أسرع. ومن الحاجات اللي يخليونا نحسنوا في الجودة متاع النوم المكملات الغذائية اللي مثلا فيها الميلاتونين، اللي فيها المغنيسيوم، اللي فيها دونك الفيتامين بي. نعطيوها للمريض باش نحسنوا في جودة النوم ونسرعوا في التعافي متاعو. فما عمليات زيدا نعملوهم احنا كيما حكينا على المالبوزيسيون معناتها دي مشواغ الفك العلوي ولا السفلي. ساعات كي نقدموا ولا نوخروا الفك نحكيو على شيرورجي اورتوغناتيك ولا جراحة الفكين. ساعات المريض بعد العملية نسكروا له فمه مدة معينة 10 أيام 15 يوم. الفك معناتها مسكر على بعضه وما ينجمش ياكل بطريقة عادية باش يولي يشرب حاجات سوائل بالباي. بيان سور نحاولوا في الماكله نتاعو نخليو ديما الليفل نتاع البروتين عالي، نقصوا في السكريات وفي الاملاح وفي الحاجات اللي فيها مضادات اكسده وكل شيء. وبيان سور المريض نقولوا له عاون روحك بمكملات غذائيه فيها دي ملتي فيتامين اللي باش تزيدوا في النشاط وتخليه يقاوم الفتره هذيك. دكتورة من أهم الحاجات اللي تأثر ممكن في المريض من بعد العملية هي ليسيكاتريز الندبات اللي باش تقعد في بلاصة العملية. شنو البروتوكول اللي تعطيه ان جنرال باش تصير عملية السيكاتريزاسيون هذيا بطريقة صحيحة وفعالة؟ بالسيكاتريس ولا سيكاتريزاسيون راهو سوجي كبير برشا
وما هويش مربوط كان بالعملية ولا بالجرح ولا بالخيط اللي احنا نخيطوا به، ما هويش مربوط كان بالجراحة والجراح. دونك فما بريسك انا نقول لهم 50% 50% 50% صار وقت الجراحة، و50% راهو باش يصير مع المريض. دونك هو كيفاش باش يتعامل مع الجرح نتاعو، كيفاش باش يستحفظ عليه، كيفاش باش يستعمل لي كريم سيكاتريزونت، دونك البوماده اللي نحطوها على السيكاتريس باش في ساعة تبرة، لي بونسمون ما يقربلهاش الماء، دونك ما يلزمش يوريها للشمس، فما توت ان بروتوكول معناتها. وبيان سور ديما نعاونوه بالمكملات الغذائية اللي فيها زنك مثلا، تخلي المناعة متاعنا تقوى وتزيد تحسن في الكواليتي متاع السيكاتريس. وفما ندبات ولا دي سيكاتريس بعد العملية نعملوا لهم إجراءات في الكابينة غير جراحية تعاوننا برشا في البروسيسوس دو سيكاتريزاسيون هذيك في فترة دونك السيكاتريس كي تجي باش تلحم كيما مثلا بي ار بي، البلازما ريش اون بلاكيت والا لي زيكزوزوم. فما زاده لي لازير ما يصيروش من الاول بعد شهر ولا شهرين، دونك من تكون الجرحى تلمت وبراد. دونك هذوما الحاجات يعاونونا برشا على السيكاتريزاسيون. واهم حاجه زاده ليجيان دو في نتاع المريض. احنا قبل ما يعمل العمليه راهو نحضروه البروسيسوس اللي باش يصير ما بعد العمليه، نقولوا له راهو كيما الدخان نوقفوه على الاقل شهر قبل عمليه التجميل، ويزيد يقف شهر والا 3 أسابيع بعد عملية التجميل. الماكلة نتاعو كيفاش يلزمها تكون hyper بروتييني، نون انفلاماتوار، نقصوا لو ماكسيموم السكر من الأملاح، من نكثروا زاده في لي زاليمون لي زانتي اوكسيدون. وما ننساوش زاده الهيدراتاسيون اللي هو فولي ياسر مهم بعد العملية، لازم نشربوا برشا ماء كيما مثلا بعد عملية شفط الدهون اللي المريض يخسر فيها ديجا سوائل طبيعية متاعو، واللي احنا لازمنا نرجعوها بعد العملية بالكمية اللازمة. شكرا دكتورة على وجودك معنا، كانت حلقة غنية ونتصور كل جزء من الحلقة يتحكي في حلقة وحده. إن شاء الله تكون معنا في حلقات قادمة ونورتنا. عايشك وفاء، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. هذا شرف ليا نكون بحذاك اليوم. جو تنكوراج بوكو، معناتها نشجعك على اللي تعمل فيه، وان شاء الله نتقابلوا في حلقات اخرين.